السلام عليكم، كي دايرين نتمنى الناس تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة اسماء ام ياسين. كنتلاقاو من جديد في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم عندي كوموند نتاع غريبه الكنافه او لا دواز اتاي بالكنافه. اللي داق هاد الغريبه كيعاود يكوموندي عليها، ونتمنى تنال الاعجاب تاعكم وتبعوا المراحل خطوه خطوه. وكنقول لكم من هنايا مرحبا بالمشتركين الجداد وحتى القدام، كنقول لهم مرحبا بكم الف مرحبا. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء والاحباب. هنا كما كتشوفوا غريبه راه فتيه وهشيشه، ونتمنى تنال الاعجاب تاعكم وتجربوها وترحموني عليها. هنايا ندوزو للطريقه والمقادير ان شاء الله. كنبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كما كتشوفوا هنايا عندي واحد رابعه نتاع الزبده نتاع ليليا، راه حطيتها في البول نتاع العجانه معها كاس نتاع سكر كلاصي. هنايا ما كنضيفش السكر بزاف، راكم كتعرفوا حيت كندوزوها من بعد ما كطيب في الشكلاط اولا في العسل. من الاحسن كنقصوا شويه السكر. هنايا درت كاس نتاع سكر كلاصي. غادي نخدمو هو والفاني والزبده، غادي نخدمهم في العجانه. هنايا كنضيف واحد جوج ساشيه د الفاني. ما عنديش هذيك الفاني اللي كنستعمل، راكم كتعرفوا هذيك الفاني كتكون مجهده شويه. درت جوج ساشيات انا هنايا، ودرت واحد معلقه تقريبا معلقه نتاع الناطا. انا هنايا دائما كنخدم اما بالناطا الكراميل اولا الفاني. هادو هما اللي كيتواتاو دائما مع دواز اتاي اولا الغريبات، هما اللي كيعطيو مذاق رائع. هنايا غادي ندير هذيك الزبده والسكر كلاصي والفاني يتخدموا شويه في العجانه. عاد من بعد غادي نضيف جوج كيسان تاع الزيت وجوج خمارات حمر والطحين. الطحين كندير هنا كنحط حدايا 2 كيلو تقريبا تاع الطحين. كل مره وشحال كتدخل لي خطره كيلو وربع كيلو 100 غرام كل مره وشحال كتدخل لي انا هنايا العجينه. ودائما ما كنبغيش نقول لكم حسب الخليط، ولكن راكم عارفين الطحين كيختلف من وحده لوحده، كيختلف الطحين. صافي غادي نضربو مزيان هذاك الخليط نتاعنا. عاد ضفت هنايا الكاس الاول تاع الزيت. وهنايا دائما كنقول لكم انا كنسى الملحه، ضفت واحد شويه د الملحه، واحد القبيصه د الملحه وصافي. وكنخليوها كتخدم. هنا يمكن لكم تخدموا، انا هنا كنخدم دائما بالزبده د ليليا اولا د فيطال. بغيتو تخدموها بالمارغرين تجي حتى هي مزيانه، وإلا خدمتوها بالسبيسيال كان احسن. هذه الزبده سونطرال اولا الزبده سبيسيال كتكون رائعه في المذاق، وكل واحد وجهدو. هنايا السيده انا قالت لي بغاتها بالزبده نتاع البواطه، داكشي باش خدمت معكم برابعه نتاع الزبده د ليليا. هنايا كنبقى كنضيف الطحين شويه بشويه. وكندوز هنايا نسيت الكنافه. انا اول حاجه كنبدا بها هي الكنافه، كنديرها في واحد لاطه د الفران، كنخليها كتحمر. انا هنايا حتى بديت معكم الفيديو حتى وصلت للطحين، عاد فكرت ما دخلتهاش للفران. ما راني شاعله الفران باش غادي ندخلها تحمر. اولا ما بغيتوش تدخلوها الفران ديروها في شي مقله حداكم، وبقاو بشويه بشويه كتحركوها مزيان و... وهي كتحمر. وانتم عينكم ميزانكم، بغيتوها تكون محمره بزاف هي هذيك. انا كندخلها الفران كتجي واحد اللون مذهب وصافي. صافي هنا حيت كتكون عندي جامده في الفريغو كنخرجها دغيا كتفرتس لي. من الاحسن ديروها حتى تجمد لكم في الفريغو باش كتجيكم ساهله وكتفرتس دغيا. كندخلها للفران وكندوز هنا كنكمل الطحين. كنبقى نزيدو المقادير نتاوعي اولا العجين تاعي. ما تبقاوش تضيفوا الطحين دفعه واحده، بقاو بشويه بشويه حتى كتشوفوا الخليط على حساب على القياس نتاعو. ما تكونش العجينه قاصحه وما تكونش عاوتاني جاريه كتلصق لكم. هنايا صافي هذا هو القياس نتاع العجينه نتاعي. انا غادي نوريها لكم بيديا. كتجي واحد العجينه رطبه وملسه، ما كتجيش ها نتوما كما كتبان لكم في الفيديو راه كتكون رطبه. صافي هنايا كنحيدها من هذاك البول تاع العجانه، وكنرد هذيك العجينه تاعي في القصعه باش كنشوف القوام نتاعها. لحقاش خطره كما قلت لكم راه العجانه كتغدركم، كيبقى لتحت فيه الطحين بزاف كتبقى العجينه قاصحه، والفوق كتبقى العجينه مطلوقه. هنايا نتوما شوفوا القوام نتاعها كي كتجي رطبه العجينه. وهنايا كنكورها. انا هنايا غادي ندير جوج اشكال، غادي ندير وحده على شكل صبيعات والاخرى على شكل غريبه مدوره.
هانتوما كيما كتشوفوا حاولوا الا ما بغيتوهاش تكون عندكم كبيره، لحقاش راكم عارفين فيها جوج خمارات راه كتزيد كيضاعف الحجم نتاعنا. ديروا الكويورات صغار وديروا حتى دوك الصبيعات صغار. انا هنا السيده كانت طالبه لي بغات تكون كبيره شويه، داكشي باش كبرتها معكم شويه هاد القياس، وراه من بعد حيت كطيب راه كتجي كبيره وافيه الحبه. صافي كنستمر على هاد الطريقه، كنكور غريبات صغار ودوك الصبيعات حتى هما صغار صافي هنايا كنستمر فهاد كنكور العجينه نتاعي، كنستفها في اللاطات كندخلها الفران. لابد تكون النار مهيله باش كطيب هاد الغريبه، على خاطرها ما كتجيش من الوسط معجنه اولا ما طايباش ومن بعد كترطب لنا. من الاحسن نقصو عليها كيما كنطيبو صابلي هكا كنطيبو حتى هاد غريبه. انا هاد غريبه كنخرجها 70 درهم الكيلو، على حسب الا كنت درتها بالشكلاط وفنتها في الكنافه 70 درهم، كانت بالعسل والكنافه كنديرها 60 درهم. وهذا هو كتخرج لك العجينه تقريبا 2 كيلو، 2 كيلو ونص، 2 كيلو وربع، على حسب على حسب حتى الفينيسيون. الا كانت بالشكلاط وبالكنافه راه كتخرج لكم 2 كيلو ونص، كانت غير بالعسل والكنافه راه كتخرج لكم 2 كيلو وربع، 2 كيلو تقريبا ما كاملاش 2 كيلو ونص. صافي هنايا كنستفها ديك اللاطه كما قلت لكم، كندخلها للفران على نار مهيله تكون ناقصه باش طيب على خاطرها. هنايا كنخرج عاوتاني الكنافه نتاعي كنخرجها من الفران بعد ما تحمرات لي، كندوزها في الغربال باش كتجي عبار واحد اولا كتجي مغربله، كتجي قياس واحد، ما كيجيش شي كبير وشي، وراكم عارفين حيت كتكون في الفريغو كيبقاو شي بلاصات اللي كيكونوا مفزقين بالماء اولا قيسها الماء في الثلاجه ولا كيبقاو قاصحين. من الاحسن غربلوها باش كتجيكم هي هذيك، وفرتوها مزيان بين يديكم باش كيتحيدوا لكم هذوك الطريفات اللي يابسين او قاصحين. هنا كما كتشوفوا هو دي الغريبه تاعنا من بعد ما وجدت تحمرت في الفران، ما تحمروهاش بزاف. هانتوما كما كتشوفوا راه كتجي هشيشه ورطبه، ماشي رطبه ولكن هشيشه. راكم عارفين 2 كيسان تاع الزيت مع 4 تاع الزبده راه كتجي واحد الغريبه هشيشه اللي ما عنده سنان، هذه هي اللي تصلح له. صافي هنايا درت الكاسرونه فيها العسل، سخنته شويه، وعندي واحد شويه الشكلاط الابيض. هنايا كندوب هذاك الشكلاط الابيض وكنضيف عليه 2 معالق نتاع الزيت باش كيتسلق ليه شويه. صافي كنبقى كندوزها في هذيك الكنافه. هنا الكنافه كتبان لكم بحال غير مذهبه، وهي غير قلت لكم الاضاءه والتليفون ما عطيش داك اللون تاعها كما كاينه. صافي اللي بغات تحمرها بزاف راه كديريها في المقله وكتبقاي كتحركيها مزيان حتى كتحمر لك مزيان وكتعطيك داك اللون القهوي. اللي بغا مذهبه هكا كتجي مزيانه حتى في الفران هكا، حيت كتديريها في الفران ومن في المقله كتحمر لك كتجي على شكل داك اللون القهوي بزاف. صافي هنايا كنبقى كندوزها في الشكلاط وكنعاود ندوزها في ديك الكنافه. صافي كنبقى كنحطها نتوما الشكل كيف كتجي، راه كتجي ديك الكنافه غير مذهبه. صافي والصبيعات غادي ندوزهم في العسل ونعاود لهم الكنافه. هنايا كندير واحد شويه د العسل في الكاسرونه، نتوما كما كتشوفوا يتسلق شويه في الكاسرونه، عاد ندوز فيه هذيك الصبيعات نتاعي نتاع الغريبه وكندوزها في الكنافه نفس الطريقه كما كنديروا في الشكلاط كنديروها في العسل. وهذه هي غريبه نتاعنا، نتمنى تنال الاعجاب تاعكم، راه كتجي فتي وهشيشه. وهنايا درت شي في العسل وشي في الشكلاط ابيض، وهذه درتها في الشكلاط كحل، وفنتها حتى هي في الكنافه. ونتمنى تنال الاعجاب تاعكم، ما تبخلوش عليا بالبارطاج وبلي لايك وبشي تعاليق الى عجبتكم الوصفه. والى فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم راحه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم. بابا